صباح الخير. انا مطبق من امبارح، مش عارف انام. والله مش بكون كرنج او علشان ابين لكم قد ايه انا جامد يعني، بس انا بجد في حلقه في دماغي وعايز اتكلم عنها. انا عايز اعمل الحلقه دي، معرفش ليه انا مش عارف انام، بسبب ان انا عمال افكر فيها في السكريبت. المفروض الاسبوع ده الحلقه تكون عن ان انا انقذ نفسي، ان انا اكون البطل في حياتي، لما تحصل مشكله ما استناش حد يجي يحلها لي. انا مجهز سكريبت عن الموضوع ده اوريدي، ما فاضلش غير التصوير بس. مش عارف في ايه، هي هبت في دماغي النهارده اعمل الحلقه عن الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده. وده بسبب ان في سؤال عمال يتكرر بشكل غريب ومن اشخاص مختلفين طول الاسبوع. كل شويه الاقي حد من صحابي القريبين يسالني السؤال ده، وبعد كده حد من الناس العاديين جدا في حياتي يسالني السؤال ده، وبعد كده حد من السوشيال ميديا يدخل يسالني السؤال ده. فانا قعدت افكر كتير وقلت بس هو انا هتكلم عن الموضوع ده بقى من غير سكريبت، من غير اي حاجه، ويحصل اللي يحصل. السؤال اللي بيتكرر كتير معايا هو: ليه يا رب؟ ليه يا رب بتعمل معايا كده؟ ليه يا رب خدت مني كده؟ ليه يا رب حصل معايا الموضوع ده؟ ايا كان السبب وايا كان شكل السؤال، فهي صيغة واحدة: ليه يا رب؟ تعالوا هحكي لكم. مع بداية الأسبوع بدأ صاحبي القريب مني جدا بيحكي لي، بيقول لي: يا أدهم، أنا تعبت أوي يا أدهم. أنا تعبت سنين طويلة بدرس عشان أدخل المجال ده وأشتغل في شركة كبيرة. وفي الآخر بقبض ملاليم. باقعد 12 ساعة، 10 12 ساعة شغال، وبيقبضوني ملاليم، بيبهدلوني آخر بهدلة، خدوا مني حياتي، مش عارف أعمل إيه. باقدّم على زيادات مرفوضة، باحاول ألاقي شغل تاني مش لاقي. أنا عايز أتجوّز، عايز أتجوّز البنت اللي خاطبها دي، وعمّال أحوّش والموضوع صعب عليّا، أنا ما بقيتش عارف أعيش، وما بقيتش مرتاح، باعمل كل حاجة، باصلّي وادعي ربنا والموضوع ما لهوش حل. وعندي صاحبي أدهم، هو بيحكي لي، صاحبي ده ما عملش أي حاجة في دنيته، ولمّا جه يشتغل، اشتغل بالواسطة. بيروح المكتب بتاعه ده لو راح بيقعد 4، 5 ساعات وبعدين يمشي تاني، وما شاء الله بيقبض فلوس تخلّيه يفتح بيتين مش بيت واحد. ويا أدهم الفلوس اللي بياخدها دي أنا باشوفه بعيني بيضيّعها في كل حاجة تغضب ربنا. أي حاجة حرام بيصرفها فيها، شرب بقى والّا أكل والّا ستات والّا أيًا كان، كلّه صرفه فيه. طَب أنا اللي باعمل كل ده عشان أعفي نفسي من الحرام وأفتح بيتي وأكوّن أسرة وأعيش سعيد وباعبد ربنا وباصلّي له، أنا ليه ما يحصلش معايا ده؟ اشمعنى هو؟ وأنتم يا جماعة عارفين كويس وفاهمين كويس إن هو صاحبي ده مش قصده إنه يقارن نفسه وإنه يبُص في رزق غيره، أنتم فاهمين كويس، اللي هو أنا باعمل كل حاجة كويسة لربنا، وده اللي بيغضبه، واللي ما يعرفش يعني ربنا أصلًا بيحصل له كل ده، ورزقه واسع وبينبسط، وبرضه بيصرف الفلوس الكتيرة أوي دي، الرزق الكتير ده بيصرفه في معصية ربنا. قعدت أسمعه ما اديتش أي إجابة، ما عنديش أي إجابة، مش أنا الشخص اللي جاوب على السؤال ده. وبعدها بيومين جالي صديقي التاني وقال لي: يا أدهم، قابلني وكان بيعيط جدًا، وبيقول لي: ليه يا أدهم؟ ليه ربنا رزقني بحب وهو عارف إن الحب ده مش ليّا؟ صديقي ده بيحبها جدًا، باشوفه وهو بيحكي عنها وعينيه كلها حب أو حزن، بيتغزل في تفاصيلها وعيوبها قبل مميزاتها. بيعرف هي لو عملت كده يبقى قصدها إيه، ولو فكّرت بالشكل ده يبقى قصدها إيه، ولو لبست كذا يبقى قصدها إيه، عارفها من أقل حاجة فيها، مركّز فيها ومركّز في تفاصيلها، بيحبها حُب جميل، لدرجة إن أنا باقعد معاه أقول له: يا ريت إن حد يحبّني نفس الحُب ده. بس للأسف هي مش بس ما بتحبّوش، هي مش شايفاه أصلًا، فهو مأذي وتعبان وقلبه مكسور ومجروح، وكل حاجة، كل صورة بيشوفها منها أو كل فعل هي بتعمله بيأذيه جامد. فبيقول لي: ليه ربنا حط في قلبي الحب ده وهو عارف إنه مش من نصيبي، ليه؟ طبعًا على السوشيال ميديا في أسئلة بتيجي لي: هو أنا ليه يا أدهم ربنا حط في طريقي الشخص الوحش اللي أذاني وبهدلني ده، مع إني ما عملتش حاجة وكنت ناوي على كل خير، وكنت ناوية على كل خير، وكنت باحب كل حاجة وباحترمه وباعزّه. طب ليه يا أدهم أنا اتولدت مع أهل مؤذيين؟ ليه بيكرهوني؟ ليه ما بيحبونيش؟ ليه اتولدت معاهم؟ ليه ربنا حطّني معاهم وأنا شخص باحاول على قد ما أقدر إن أنا أكون بَرّ وأعمل الصح؟ فالسؤال ده لمّا تسأل تقول ليه يا رب، ده عندنا في المجتمع، يا نهار أسود! ليه إجابتين.
إجابتين وكل إجابة تشِل عن التانية. أول إجابة يقول لك ده شيطان، اوعى تفكّر كده، اوعى، ده شيطان بيخلّيك تلعب، ده كُفر، ده إلحاد، حرام عليك، توب واستغفر وارجع لربنا. مع إن في الدين الإسلامي، أنا هاتكلّم على الدين عندي أنا يعني الدين الإسلامي، يقول لك اسأل عشان تفهم، اسأل ليه ربنا حلّل كذا وليه حرّم كذا، ما تبقاش حافظ وخلاص زي اللهبل. ده إحنا حتى عارفين إن أكتر ناس بيطلع منهم مصايب هم اللي يقولوا لك إحنا حافظين القرآن كلّه، لإن هم حافظينه ومش فاهمينه. أنا باسأل أهو، أنا باقول ليه يا رب؟ عايز أعرف إجابة، لإن الدين عوّدني إن أنا أسأل وألاقي إجابة تقنعني وتفهّمني، لإن ده آآ أساس من أساسات الدين. تاني إجابة هتقول لك هو ربنا بيشوف مين الشخص اللي عاصي وفاجر وبيزوّده في فُجره، وبيزوّده في عصيانه علشان يعاقبه، إنّما بقى الشخص الكويس المؤمن فربنا بيحبه، فربنا بيبتلي العبد اللي بيحبه. مش مقتنع، أنا مش مقتنع، أنا آسف، أنا متعود كنت من وأنا صغير أسألهم هو أنا ليه باقرا سورة الفاتحة في الصلاة الأول؟ فيجاوبوني. طب هو أنا ليه ده حرام وده ده حلال؟ فيجاوبوني وأنا أقتنع. من وأنا صغير متعود إن إجابات الدين دايمًا بتقنعني. فالإجابات اللي أنا قُلتها دي اللي هُم الإجابتين دول ما بيقنعوش حد، هُم بيثبّتوك، اثبت بقى خلاص، يقول لك خلاص اسكت. اسكت ما تسألش. فأنا فعلًا لأ، أنا باحس بالذنب فهاسكت، لكن مشاعري، أفكاري مشاعري وأفكاري مش بيتغيّروا، ثابت عليها. أنا بس بطّلت أتكلّم، لكن اللي أنا بافكّر فيه واللي أنا باحسّه هو ما اتغيّرش وده غلط، دي كده مش إجابة. الإجابة المفروض تغيّر تفكيرك وتغيّر مشاعرك، فالإجابتين دول مجرّد بيثبّتوك بس، وما أعتقدش إن ده صح، ما أعتقدش إن ده صح خالص. أقول لكم حاجة، أنا عارف إن اللي بيتفرّجوا عليّا ناس عاقلين، حتى اللي مش بيتفرّجوا عليّا برضه عاقلين. هو إحنا مش أول ما نتكعبل والّا أول ما تحصل لنا مشكلة، ما نُقع في مصيبة، أول حاجة نعملها ليه يا رب بتعمل كده؟ لأ، ما فيش حد بيعمل كده. إحنا ممكن تحصل لنا مشاكل كبيرة ونحلها وتخلص من غير ما نقول ليه يا رب بتعمل كده، أو ليه يا رب حطيتنا في الموقف دي، لإننا مش ناس هبلة. حتّة ليه يا رب دي بتطلع بس لمّا يكون قلبنا اتعصر من كتر الوجع وكسرة النفس، لمّا يكون جسمنا وعقلنا أُنهكوا من كتر المحاولة والاجتهاد إن هم يغيّروا أو يحلّوا المشكلة، ساعتها بس تلاقي الواحد بدون قصد طالعة منّه يقول ليه يا رب بتعمل معايا كده؟ إيه الحكمة من اللي أنت بتعمله؟ أنا تعبت وعايز أرتاح. فقُلت بقى خلاص يا أدهم ما تسألش حد عشان ما تاخدش الإجابات اللي ما تريّحكش واقعد فكّر فيها. فأنا هاقول لكم إجابتي أنا ويا رب تكون مفيدة ليكم. أنا حصل معايا موقف من أقل من سَنة، الموقف ده خلّاني أعرف إجابة السؤال بتاع ليه يا رب، وخلّاني ما أسألوش أصلًا تاني. وساعدني كتير، فأنا هاحكي لكم القصة وأقول لكم مغزاها في الآخر، يا رب يا رب فعلًا أفيدكم بيها. أنا اتخرّجت من هندسة أنتم عارفين، أنا باتكلّم في الموضوع ده كتير أوي، بس أنا اتخرّجت 5 سنين وما لقيتش شغل. الظروف مش الظروف المادية، يا ريتها كانت الظروف المادية حتى، اللي هي ظروف أصعب من المادية حكمت عليَّ اللي أنا أشتغل call center. call center الشغلانة دي أنا ما باحبهاش، شغلانة خدت وقتي، حطّتني في mood وِحِش، شتايم وتهزيق وقلة أدب، وأنا كنت باعيط كل يوم قبل ما أبدأ الshift بتاعي، بس في وقتٍ ما كنت مُجبر، مُجبر جدًا كمان على الشغلانة دي. فأثناء عملي في الشغلانة دي وإني باكرهها جدًا، لإني 5 سنين هندسة في الآخر تشغلوني شغلانة زي دي، طب حرام عليكم يعني سنين ضاعت، مش مشكلة أنا لقب مهندس، بس كده 5 سنين ضاعوا، فأنا باكرهها. فكنت عمّال أدوّر على شغل وأنا قاعد، أدوّر هنا وأدوّر هنا وأدوّر هنا، ما فيش، كل الأبواب بتتقفل في وشّي، وكنت كل ما أدوّر أقول يا رب والنبي ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب أنا باحاول ما تسيبنيش لوحدي، ما تسيبنيش لوحدي، وأنا لحد ما في مرّة أو بعد الرفض المليون تقريبًا، قُلت يا رب أنت بتعمل معايا كده ليه؟ أنا عملت كل حاجة، أنا باصلّي وبادعي وباعافر في الشغلانة المقرفة دي، عايز أخرج منها، أنا باطلب منّك أخرج منها، إن شاء الله أشتغل بمرتب أي حاجة وفي أي حتّة، بس ابعدني عن الشغلانة دي، شغّلني في تخصصي، أنا تعبت يا رب، أنا تعبت. والموضوع تحوّل لغضب لحد ما تحوّل لانتقام. ما بقيتش أصلّي عمدًا، مش عايز أصلّي، يا رب أنا مش هاصلّي لك، أنت ما بتدّينيش اللي أنا عايزه فأنا مش هاصلّي. أنا مش هادعي، أنت ما بتدّينيش اللي أنا عايزه فأنا مش هاعمل كده. أنا حاولت وشايفني وأنا باتقهر وتعبان وما بتعمليش حاجة، خلاص أنا مش هاقدّم لك أي حاجة يا رب.
قعدت فترة جه معايا شوية فلوس، قُلت أمّا أطلع دهب، بقى لي 6 شهور تقريبًا عمّال شغال زي العبد، ما بارتاحش، عايز أرتاح إن شاء الله 5 أيام. ضبّطت كل حاجة وخطّطت كل حاجة يا جماعة، والله كل حاجة، أجازاتي وفلوسي والرحلة والتفاصيل كل حاجة. فجأة كل حاجة وقفت، والله العظيم كل حاجة وقفت. ساعتها أنا عرفت إنها من ربنا، لمّا كل حاجة تُقف كده مرّة واحدة يبقى هي من عند ربنا. صويت وزعيق وعياط، ليه يا رب؟ أنا عملت لك إيه؟ ما أنا رضيت بالهم اللي أنت حطيتني فيه ومش هابعد عنه، أديني اشتغلت في الشغلانة الزفتة دي، وفي الآخر برضه عايز أرتاح شوية، مش راضي لي حبة راحة أرتاح فيهم. وزعيق وصويت وغضب أكتر. ما عداش الأسبوع إلا وجالي سفر تاني، سفر للإمارات بقى. أنا كنت عايش في الإمارات زمان، بس من ساعة ما جيت مصر ما سافرتهاش، يعني من 7 سنين تقريبًا ما رُحتش الإمارات. كده جات لي بشكل غريب. طب يا جماعة فلوس والتذكرة، يلا خلاص اتحلت. طب يا جماعة اجازتي في الشغل ومش عارف ايه، يلا خد اجازة. طب يا جماعة الإقامة والسفر والفيزا، يلا اتحل. طب أنا المفروض أروح أعمل ورق للحكومة لإني لسه ليا جيش، المفروض أعمل ورق وتراخيص لأ يلا على النت اعملها وأنت قاعد ما تروحش في حتة. كل حاجة كانت متيسرة بشكل عجيب، ما خدتش بالي غير وأنا في الطيارة ومسافر. بس أنا عارف وجوه دماغي عمال أقول يا رب أنت محوش لي حاجة وحشة، أنت هتعمل فيا حاجة وحشة. بقى عندي سوء ظن رهيب بربنا. رحت يا جماعة، قابلت صحابي في المدرسة من وأنا صغير، رحت الأماكن اللي أنا كنت بروحها وأنا صغير، عشت حياتي وأنا صغير، راحة نفسية رهيبة. فرحت مكان كنت بقعد فيه لوحدي وأنا صغير برضه، وقلت يا رب أنا كنت مخطط لحاجة صغيرة لدهب، فأنت خططت لي لحاجة كبيرة. ومن مش السفر للإمارات مش هي الحاجة الكبيرة، بل اللي أنا رجعت لطفولتي تاني ورجعت لصحابي وحسيت أحاسيس حلوة من زمان أنا ما حسيتهاش. ساعتها عرفت إن مهما أنا خططت، خطط ربنا هي اللي هتمشي وخطط ربنا هي اللي أحسن. واعتذرت واستغفرت وقلت يا رب خلاص أنا آسف سامحني، وأنا خلاص راضي باللي أنت بتعمله، بدل أنت مخطط لي وأنت معايا أنا واثق فيك مهما كان الموضوع صعب وبتوجع يعني. ورجعت تاني من السفر، رجعت على شغلانة الكول سنتر دي. بكل حب حبيتها، بدأت أتفانى فيها، بدأت أشتغل وأكون متحمس إن أنا أشتغل. هوبا ما عداش شهرين اترفدت. تحس كده إن ربنا كان عايز يعلمني درس، ولما اتعلمته خلاص يلا خلاص احنا شوف حياتك بقى يا ادهم، عيش انبسط. ساعتها عرفت الإجابة بتاعت ليه، والإجابة بتاعت ليه يا رب بتعمل فينا كده؟ ليه يا رب كسرت نفسي ومش راضي تخرجني من الهم اللي أنا فيه؟ ليه يا رب حطيت الشخص الوحش ده اللي أذاني في حياتي حطيته في حياتي ليه؟ ليه يا رب رزقتني بأهل مش بيحبوني، أهل توكسيك، أهل بيعذبوني؟ ليه يا رب شغلتني الشغلانة دي وأنا مش بحبها وسايبني فيها ومش عايز تخرجني منها بأي شكل من الأشكال؟ إجابة الأسئلة دي كلها هي إن ربنا كاتب لنا حاجة حلوة أوي 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 في المستقبل، بس عشان نروح لها لازم نكون جاهزين لها. وأنا عندي حكمة حلوة أوي كده أنا بحب أقولها لنفسي، إن الحاجات الوحشة خلقت علشان تجهزنا للحلو، وإن الناس الوحشة اتوجدوا بس عشان يجهزونا للناس الحلوة اللي يستاهلونا. فساعتها أدركت إن الشخص الوحش اللي دخل حياتك أو حياتك وبهدلها، ده دخل عشان يعلمك إزاي تفهم مشاعرك، إزاي تتعلم من أخطائك، إزاي تعرف الصح والغلط، إزاي تعرف إذا كان الشخص اللي جاي ده اللي قدامك ده هو شخص مناسب ليك ولا هيضرك بعدين. علمك إزاي تختار بين الناس صح، عشان الشخص المناسب اللي مستنيك في المستقبل يكون من نصيبك فعلا، عشان تعرف تكون جاهز له وتوصل له. أهلك الوحشين اللي بيعذبوك اللي بيبهدلوك، كل دول بيعلموك ازاي تبقى اب كويس، بيعلموك ازاي تبقي ام كويسة عشان تربي اولادك تربية صح، وهيطلعوا في المستقبل ناس كبيرة قوي، ناس مهمين قوي. هتقعدي او هتقعد تقول انا لولا الوحش اللي عملوه اهلي انا ما كنتش هعرف اربي عيلة التربية الحلوة دي، ويطلعوا ناس كبيرة قوي وكويسين كده ويفرحوني. وانت برضو بالنسبة للسؤال اللي قبليه هتقول لولا الشخص الوحش اللي في حياتي ده انا ما كنتش هعرف ايه الصح من الغلط. الشخص اللي انت متعلق بيه او اللي انت متعلقة بيه لما ربنا شاله من حياتك
شيله علشان يعلمك إن ما حدش يستحق التعلق غير ربنا، وإن التعلق ده حاجة وحشة جدا وبتبوظ أي علاقة. التعلق ده شيء بعيد جدا عن الحب. الشغل الوحش اللي انت فيه بيعلمك ازاي تبقى قوي، بيعلمك ازاي تستحمل، بيديك اساسات هتحتاجها بعدين، هيخليك اذكى، هيخليك اقوى، هيجهزك انك تبقى مدير شركة، لانك انت شغال في شركة صعبة دلوقتي ومتبهدل. فتخيل بقى لما تبقى مدير، فانت بقى تبقى جامد بقى، ولازم تشيل مسؤولية اكبر، ولازم تتعب اكتر وتتبهدل اكتر، بس هتكون مبسوط. احنا بنكون ماشيين في طريق طويل مثلا، والطريق المفروض يكون هادي وسهل، فلما بندخل كده طريق شمال أو يمين بإرادة ربنا ونقع في مشاكل ونتخاف ونقلق وإزاي وليه يا رب، ربنا عايز يفتح لنا طرق أطول بكتير، طرق أحسن بكتير. الطريق اللي أنت كنت ماشي فيه ده في أمان وفي راحة وفي هدوء، آخره مسدود، أو آخره مصيبة ومشكلة. أنت كنت لازم تحد، تروح طريق تاني، كان لازم تقع في مشاكل تانية عشان تتعلم وتجهز، لأن آخرة الطريق الوحش ده حاجة حلوة. انتوا فاهمين قصدي ولا مش فاهمين قصدي؟ أنا مش عارف أقول إجابة محددة، لأن كل إنسان الطريق بتاعه أو المشكلة اللي هو فيها ربنا مديله عشان تعلمه حاجة معينة. فأنا ما ينفعش أقول لك أنت المشكلة اللي أنت فيها دي بتعلمك كذا، دي مش لعبتي، دي عند ربنا مش أنا. فبالنسبة لي أنا مثلا، لولا الشغل ده والبهدلة اللي اتبهدلتها 6 7 شهور، والتعب والحزن والأذية النفسية اللي كنت فيها، أنا ما كنتش هعرف أثق بربنا بالثقة العمياء اللي أنا بثقها فيه دلوقتي، رغم إن أنا دلوقتي مش لاقي شغل، رغم إن أنا دلوقتي عاطل ومتبهدل وعمال أحاول وساعات بزعل وساعات بتضايق، بس عشمي في ربنا كبير وما فقدتش الشغف، ما فقدتش الشغف خالص. على فكرة، لو انتوا واثقين من ربنا مش هتفقدوا الشغف خالص. انا دلوقتي بسبب اللي حصل لي ده، انا قاعد مستني حاجة كبيرة جدا، قاعد عمال اقول كل ما تتعب زيادة يا ادهم، كل ما الفرحة تكون كبيرة، كل ما النتيجة تكون احسن. وده كله ليه؟ التفكير ده ليه؟ علشان اللي حصل لي في الشغل. التفكير ده هيساعدني في ايه؟ هيساعدني ان انا اصبر، عشان ربنا كاتب لي اللي انا هلاقي مثلا شغل او هلاقي نجاح يوم كذا، الساعة كذا في الوقت كذا، فأنا لازم أصبر لحد اليوم ده. أنا لو كنت سِبت الشغل مثلًا من دماغي كده لوحدي، وقعدت عاطل ومستني بقى شغل حاجة أحبه، كان ممكن أكتئب، كان ممكن أفقد الشغف، كان ممكن أفقد نفسي، كان ممكن أعمل حاجات غلط. بس هو الصح إن أنا كان لازم أمشي الطريق اللي ربنا كتبه لي، كنت لازم أخوض في التجربة الصعبة دي عشان أتعلم. فكل حاجة وحشة أنت بتمُر بيها هي بتجهّزك للمستقبل، والله العظيم بتجهّزك لحاجة أحسن منها. وانا بقول لك عن تجربه، لان انا عندي كده عته في دماغي يقول لك ايه، اسال مجرب ولا تسال ايه طبيب، مع انه مثال غلط، بس انا احبه، انا احبه قوي المثال ده. والله انا مجرب، فاسمع مني. عايزك بس لو انا هنصحك نصيحه، ما تفقدش ثقتك في ربنا، ولما تلاقي نفسك بتسال السؤال بتاع ده ليه يا رب بيحصل فيا كده، اعرف اللي انت في درس، اعرف اللي انت ربنا بيجهزك لحاجه حلوه. فانت اجتهد واتعب علشان تشوف ايه الدرس ده، ايه اللي ربنا عايز يعلمه لي، ايه اللي انا المفروض ادور عليه عشان انجح في اختباري. ابدأ بقى حاول وعافر من نفسك، بس ما تفقدش ابدا الامل في ربنا، وما تتكسفش ابدا تسأل ليه يا رب. قول ليه يا رب، واستنى منه اجابة، وادعي قول له يا رب انا عايز اعرف تقول لي ليه، والنبي يا رب قول لي ليه، صلي وقول يا رب جاوبني على سؤالي، قول لي ليه. ولما تعرف ليه فعلا وتعمل بيها، انت كده خلصت الاختبار، والحاجة الوحشة كلها هتروح من حياتك. والله 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 مجربها. ويعني وانا عشان شخص مؤمن جدا برسائل ربنا، فانا شايف ان انا ما عرفتش انام النهارده بس عشان اصحى اقول الكلام ده. ومفيش سكريبت، انتوا شايفين انا مش بقرا حاجه، انا ما كتبتش سكريبت، والله انا عمال اهبل كده واعيد وازيد، بس الكلام كله طلع من قلبي. فثقوا في ربنا، ثقوا في تدابيره، اعرفوا ان مهما خططتوا ومهما عملتوا خطته هي اللي هتمشي. وتاني وتالت ورابع اسألوا ليه، ما تتكسفوش، وفي دعائكم اسألوا ليه يا رب، ما تتكسفوش. وبس كده. أشكركم جزيل الشكر، وأتمنى لكم حياة سعيدة، وادعوا لي أنام بقى إني محتاج أنام. أنا عملت الحلقة يا رب، هنام بقى. دمي سم يا ولاد.